يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. بقالنا فترة ما بننزلش فيديوهات، السوق واقف ومفيش موبايلات ممكن تدخل بسهولة ومفيش موبايلات بتنزل السوق كتير، ولكن قريبا في انفراج ان شاء الله وهيبقى في تغيير كبير جدا في خريطة السوق. والبداية النهاردة مع جهاز اقتصادي جدا وهو شاومي A1 بلس. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، فعل زرار الجرس، ويلا بينا. الموبايل اللي بنتكلم عليه النهارده هو في فئة تسعيرية 3000 جنيه، وده بيعتبر أرخص موبايل اقتصادي موجود في مصر جديد حاليا. موبايل A1 بلس هو موبايل فعلا عملي، وتعالوا نعرف ده ليه. الحلو في الموضوع انك هتلاقي تصميم من البلاستيك، ولكن الظهر فيه تحبيبه كده مع حفر للوجو ريدمي، اللي هو يعتبر يعني السلسله المتوسطه والاقتصاديه من شاومي. وشكل الموبايل حتى باللون الاخضر الظريف ده كده، لون مدي على اخضر فاتح. اللون ده موجود في اجهزه فلاج شيب وموجود في اجهزه غاليه في فئه ال 15000 جنيه والحاجات دي، لانه لون بيدي برضو جزئيه من الفخامه والهدوء للموبايل. شكل الكاميرات هنا جاي بشكل كاميرات الشاومي 11 او المي 11، الدايره او الجزء المستطيل اللي واخد دواير في الحواف وجاي جواه الكاميرتين، ولكن جايه البصمه طبعا في الظهر، مش جايه بصمه جانبيه ولا بصمه شاشه. وعاده في الفئه دي كتير قوي ممكن ما تلاقيش بصمه اصلا، ولو لقيت بصمه لازم هتكون بصمه ظهر. الشاشه هنا اي بي اس ال سي دي 400 شمعه اضاءه في البوصه الواحده، وكمان فيها 269 بكسل في البوصه. الشاشه هنا طبعا اتش دي بلس. الفئه دي بيبقى صعب جدا يجي فيها نوع شاشات غير الاي بي اس او يجي فيها فول اتش دي، واللي كان زمان شاومي قبل غلاء الاسعار بتقدر تدينا فول اتش دي في الفئه دي، بس دلوقتي لحد اعلى من سعر الموبايل ده ب 1000 و 1500 جنيه بتاخد شاشه اتش دي. سطوع الشاشه حلو والوان الشاشه كويسه جدا بالنسبه للفئه السعريه دي. وهتلاقي كمان ان الشاشه هنا كل اللي ممكن يعيبها ان البازل من تحت بيكون عريض شويه، لكن البازل من فوق شكله خفيف وماشي مع الفئه السعريه بشكل كبير. الموبايل كمان من حيث الوزن هو 192 جرام، ولكن توزيع الوزن في الموبايل ظريف جدا، مسكته مش هتضايقك مع حجم الشاشه اللي هو تقريبا 6.5 بوصه. والموبايل ده انا برشحه بشكل كبير جدا للاطفال او ناس كبار السن، لان الموبايل هنا هيتحمل وقعات بشكل كبير علشان التصميم والخامات، وكمان هيكون اداؤه بالنسبه لهم كويس. وهنا جاي المعالج اللي هو ميديا تك هيليو A22، اللي بيعتبر معالج ابتدائي او معالج بيجنر، مش معالج العاب ولا هو معالج خاص للتصوير بشكل كبير، ولكن هو معالج هيديك اداء في التصفح والاستخدامات اليوميه العاديه بدون لاج، بدون اي مشكله. هتلاقي المعالج مديك اداء متناسب جدا مع الفئه السعريه. والسوفت وير هنا بيجي اندرويد 12 بنظام الجو اديشن. جو اديشن اللي هي بتبقى نسخه مخففه علشان ما يديكش نسخه كبيره او تقيله على المعالج تخلي المعالج مش قادر يتعامل مع التليفون، بالاضافه لانه بيخليك تحط برامج بحجم صغير. علشان هنا الذاكره الموبايل بيجي 2 جيجا رام مع 32 جيجا ذاكره. تقدر تضيف كارت ذاكره، بس مع كارت الذاكره اللي هتضيفه مثلا 32 وتحط هنا مع ال 2 جيجا رام تبدا تحط على الموبايل حاجات كتير قوي هيتقل معاك. فعلشان كده جوجل نفسها عامله النسخه الرسميه الجو اديشن للناس اللي عاوزه تستعمل الموبايل بشكل سلس، ويكون عندها نسخ مخففه من البرامج تقدر تستعملها بشكل كامل زيك زي اي تليفون او اي برنامج موجود على اي تليفون، هتقدر تستعمله بسهوله جدا ويسر، ما عندكش مشكله خالص. بس انا لازم انوه لك ان هو جو اديشن، عشان برضو في الماركت هتلاقي ان في نسخ لحاجات كتير قوي بتبقى جو اديشن. وطبعا نوع الذاكره هنا من غير كلام هو eMMC 5.1، اللي هو نوع الذاكره الدارج في هذه الفئه وما اعلى منها لحد اعلى ب 1000 ونص دلوقتي و2000 جنيه، هو ده نوع الذاكره. هنيجي للكاميرات، 2 كاميرا خلفيه. الكاميرا الاساسيه هي 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.0، وعندك كاميرا تانية دي كيو فيجا او اقل من 1 ميجا بكسل، ودي بس كده علشان تظبط حاجات في العزل او في التصوير الطبيعي بتاع الموبايل. وكاميرا السيلفي هنا 5 ميجا بكسل، والموبايل طبعا بيصور بالكاميرا الاماميه والكاميرا الخلفيه فول اتش دي 30 فريم في الثانيه. اداء الكاميرات اقدر لو هقارنه باداء كاميرات هذه الفئه السعريه اقدر احط له 9 من 10. لكن اداء الكاميرا لو انت حد غاوي تصوير للاسف لا هتقدر تشتري موبايل في هذه الفئه السعريه، ولا هيكون الموبايل ده مناسب ليك. لو انت جيمر برضو الفئه السعريه دي مش لحد جيمر خالص. هنا الموبايل ده لحد حصل له حاجه او حد عاوز يجيب موبايل جديد من اوله جديد كده خالص، يجيب موبايل يقدر يستخدمه ما يكونش عنده مشاكل
يكون معاه موبايل جديد بضمان هو اللي يفتحه من العلبه، هيكون الموضوع هنا مناسب ليه جدا. طبعا هنا اداء الواي فاي في الموبايل هتلاقيه كويس، وعندك البلوتوث 5، اداء الجي بي اس كويس قوي في الموبايل. طبعا الموبايل، ودي نقطه ممكن نعتبر ان هي كانت يعني يا ريت كانت تبقى موجوده، الموبايل لا يدعم الان اف سي، بس طبعا عندك اف ام راديو، وعندك البصمه الخلفيه هنا ادائها محترم جدا واداء ثابت وسلس ومش هتلخبط معاك، مع ان الفئه السعريه دي انا ما بثقش في بصماتها، ولكن هنا اداء البصمه كان كويس وكان ثابت ومستقر. صوت الموبايل بالنسبه لاداء الصوتيات عالي سواء في المكالمات او في رنات الجرس، ولازال الموبايل محافظ على مدخل ال3.5 اللي تقدر تركب من خلاله سماعه. البطاريه هنا بطاريه عملاقه بالنسبه للفئه السعريه دي، وهي بطاريه 5000 ملي امبير مع المعالج الموفر بنسبه كبيره في الطاقه، مع السوفت وير اللي بيعمل اوبتمايزنج عالي جدا للطاقه. هتلاقي البطاريه دي بتقعد معاك وقت كبير، وخصوصا ان الشاشه هنا اتش دي بلس، فهتلاقي الموبايل بيقعد معاك وقت طويل جدا. استخدامك اليومي هيكمل معاك اليوم براحه كامله جدا. ولكن الشحن هنا طبعا مش شحن سريع، هو شحن 10 واط، يعني هتشحن الموبايل في حدود ساعتين ونص تقريبا او 3 ساعات الا حاجه. ولكن خليني اقول لك نقطه مهمه جدا، ده الكلام ده لو انت هتشحنه من الزيرو. النقطه اللي اقدر اقولها لك انك هتحط الموبايل على الشحن بالليل، هتشيل الموبايل الصبح وانت نازل رايح شغلك، هتقدر تكمل بيه اليوم عادي بشكل ما عندكش اي مشكله، وهتقدر تتعامل مهما كان ضغط شغلك على الموبايل، هتقدر تتعامل بالموبايل بشكل كويس. وبرده الناس مثلا اللي بتستعمل الجي بي اس في موبايلاتها علشان شغلها او شغل اللي هو التوصيل او الترانسفير او الحاجات دي، هيبقى برضو مبسوط، لان الموبايل هيقدر يديك اداء يومي كامل بشكل تقيل، والبطاريه هتكمل معاك اليوم، بالاضافه لان حجم الشاشه هنا هيكون كويس ومناسب للاستخدامات بتاعه الجي بي اس. موبايل متوفر منه 3 الوان، الاخضر والاسود والازرق، وسعر الموبايل 2999 جنيه. لو هتسالني عن رايي في الموبايل هقول لك 3 فئات هيقدروا يستفيدوا من الموبايل ده بشكل كبير جدا. الناس الكبار اللي عايزه موبايل لمجرد الاستخدام والتصفح على الفيسبوك والواتساب هيكون مناسب ليهم جدا. الشباب الصغير اللي عاوز موبايل عشان يقدر يتصفح منه او حاجه هتساعده في مذاكرته، او موبايل يقعد معاه فتره طويله يديله اداء يدوب على قد شغله، هيكون مناسب ليه جدا. والفئه الثالثه الناس اللي دلوقتي محتاج موبايل رخيص في حدود ال 3000 جنيه اللي هو ما بقتش موجوده اصلا وما بقاش فيها موبايلات بالسعر ده، فهو عاوز موبايل جديد بقى كمان بيواجه صعوبه جدا ان هو يتصرف في الموضوع ده، هيكون برضو الموبايل ده مناسب ليه بشكل كبير. بشكركم يا رب ما اكونش طولت عليكم، وان شاء الله معلش بقى على صوتي عشان انا عندي شويه برد كده، لكن اوعدكم الفتره اللي جايه هنبدا ننزل فيديوهات على حاجات كتير جدا، وفي فيديو جاي على جهاز قوي جدا قريب قوي، انتظروني ان شاء الله، ومستني رايكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. سلام.